اهلا بيك في اول حلقه من كورس الجرامر. في الحلقات دي هنستخدم العقل والمنطق ونرمي ورا ظهرنا كل المعلومات المغلوطه اللي اتعلمناها في رحله تعلمنا للغه الانجليزيه. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كروس، انت بتتفرج على قناه ديميستيفاي انجلش على يوتيوب. في خلال الكورس ده، خصوصا حلقات الكورس ده، هستخدم مقاطع افلام مسلسلات انترفيوز، وربنا يستر من حقوق الملكيه، لان يوتيوب ما بيهزرش في الحاجات دي. بس الهدف من ده مش حب المجازفه، الهدف من ده ان اعلمك القواعد من خلال الافلام والناس اللي بتتكلمها. بذمتك انهي احسن؟ تتعلم القواعد من الناس اللي بتتكلمها واللي هم اصلا عملوا القواعد، ولا تتعلم القاعده من كتاب مدرسي ما تحدثش بقاله 50 100 سنه؟ زي ما قلت لك، بالعقل والمنطق. اكيد الاجابه طبعا تتعلم من الناس اللي بتتكلمها. عايزك تكون مركز لان هسالك في خلال الحلقه. عايز الموضوع يكون تفاعلي بيني وبينك، وهيكون في واجب في اخر كل حلقه علشان تحله وتسيبه لي تحت في الكومنتات. يلا نبدا على بركه الله. هناخد النهارده ادوات التعريف او التنكير. مش هتفرق المسميات، المهم المعنى وطريقه الاستخدام. السؤال هنا، هي ايه اصلا ادوات التعريف او التنكير دي؟ هجاوبك بعد ثواني، بس تعالى اعرفك على حاجه صغيره، وهي ان اللغه العربيه قويه جدا. ليه بقول كده وايه علاقتها؟ هقول لك لان من مظاهر قوتها ان الاسماء فيها بتدل على عدد. مثال، لو قلت لك ولد او بنت، هل انا احتجت لاي اداه قبل الكلمه تعرفك اني بتكلم عن ولد واحد او مفرد؟ الاجابه لا. بمجرد ما انا قلت ولد، انت وصلت لك الفكره اني اقصد مفرد، ولد واحد بس. طب لو عايز اقول انا مدرس، هل احتجت اي حاجه برضو؟ هتقول لي لا، انت لسه قايلها انا مدرس، الموضوع خلص. طب عايز تقول ايه؟ اللي عايز اقوله لك ان في اللغه الانجليزيه علشان اقول ولد او بنت لازم استخدم اداه تعرفني انا اقصد ولد او بنت بمعنى انهم مفرد او لا. الانجليزي الاسماء فيه لا تدل على عدد. لو الاسم مفرد لازم اداه تعرفني انه مفرد، ولو الاسم جمع يعني اقصد اقول اولاد لازم اضيف له اضافه، ودي هنرجع لها في حلقه تاني باذن الله قدام، لان دي قاعده تاني خالص. طب تعالى نرجع بقى للامثله بتاعتنا ونشرح عملي. تعرف تقول لي ولد يعني ايه بالانجليزي؟ هتقول لي سهله، انا عارفها. بوي، ها سهله. هقول لك غلط، لازم اضافه. كان لازم تقول اي بوي. احنا اتفقنا ان بوي لوحديها ما بتديش اي معنى، ولازم اداه قبليها تعرفني انت تقصد ايه. دي بقى الاداه اللي قلت لك عليها، واللي من غيرها ما اقدرش اتكلم عن مفرد. ما اقدرش اقول بوي على طول، ما اقدرش اقول جيرل على طول. لازم اقول ايه جيرل، ايه بوي. ليه؟ لان الاسماء لا تدل على عدد. لازم احط اداه اعرف اللي بكلمه ان اقصد ولد واحد بس او بنت واحد بس. لو كانوا كتير، اولاد كتير، كانت هتبقى بويز. بس دي طبعا قاعده تاني هنرجع لها لوحديها. شفت اسهل من كده؟ القاعده نفسها اسهل من الاسم بتاعها. طب تعرف تقول لي بنت يعني ايه بالانجليزي؟ هديك 3 ثواني عشان تفكر. لو قلت a girl يبقى انت صح، ولو قلت girl لوحدها كده يبقى ركز اكتر لانك كنت سرحان الشويه اللي فاتوا. طب فاكر لما قلت انا مدرس؟ تعرف تعمل الجمله دي؟ تعال اساعدك. مدرس يعني teacher، ولو عايز اقول انا مدرس هقولها كده I am نقط teacher. خد 5 ثواني وفكر براحتك. اتمنى تكون اجابتك كده I am a teacher. خد بالك انا ممكن اقول I am a teacher وممكن اقول I am a teacher. a or a الاتنين كويسين ومقبولين. استخدم اللي انت ترتاح فيه. ده الشق الاول من الحلقه. الشق الثاني وهو احيانا بنعدل عن استخدام ايه وبنستخدم ان. ايه ده بقى؟ ليه كده؟ الموضوع بسيط. لما تكون الكلمه اول صوت منها صوت ا بنضيف ان. هتقول له تقصد حروف الجر اللي احنا درسناهم في المدرسه اللي هم A E U I O. هقول لك مفيش حاجه اسمها كده. اللغه مش حاجه جامده تحكمهم ب5 حروف. الموضوع ابسط من كده. اسال نفسك ليه اصلا بنضيف. احنا اتفقنا من حلقه المقدمه نجاوبك على كلمه ليه، فالموضوع يبقى منطقي في دماغك. تعال ناخد تجربه عمليه. الكلمه دي egg يعني بيضه بتاعت الفرخه. سؤالي ليك، هل الاسهل اقول an egg ولا egg؟ اكيد an egg. طب ليه؟ ببساطه من غير تعقيد، بتدي لسانك فرصه ينقل من الصوت للصوت اللي بعده. المتحدث الاصلي لقى الصوتين قريبين من بعض وبيقعد يتهته ويقول بالشكل ده، فحلها. ولا تنكير ولا تعريف، سهله ومش محتاجه نعقدها على الناس. طب تعالى ناخد مثال تاني عشان اثبت لك ان احنا بنمشي ورا الصوت مش الحرف. الكلمه دي uniform بمعنى زي رسمي. هل كان ينفع اقول an uniform؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده.
ليه؟ ده اول حرف منها يو وده من الحروف الجر. هقول لك لان احنا اصلا ملناش دعوه بحروف الجر، احنا بنمشي ورا الصوت. فهقولها كده a uniform a uniform. طب الكلمه دي x-ray x-ray اللي هي الاشعه الاكس راي، خد 3 ثواني قبل ما تجاوب. المفروض تكون جاوبت كده an x-ray an x-ray. ايه ده؟ في ايه؟ ده اصلا حرف اكس مش من الحروف الخمسه. اقول لك ملناش دعوه، هي بتقول ايه؟ اكس راي، يبقى لازم اقول ايه؟ ان اكس راي. ما كانش ينفع اقول اكس راي، مفيش حاجه كده. وهو ده المطلوب منك انك تفهمه. حل الارتباط ده من عقلك، مفيش حاجه اسمها حروف عله او حروف جر، احنا بنتبع الصوت مش الحرف. ودي بمنتهى البساطه القاعده. سؤالي ليك بذمتك، انهي اسهل؟ اقعد اشوف اول حرف اقول ايه ده، استنى كده هو ده من الحروف المتحركه ولا لا، وتقعد تفتكر وتفكر في طريقه كتابه الكلمه قبل ما تتكلم، اللي هو اصلا بالشكل ده عمرك ما هتتكلم؟ ولا بمنتهى البساطه تعود لسانك ان لما يكون في صوت الاه تحط ان؟ اكيد تعود لسانك بالمنطق كده من غير حل معادلات. انت هنا مش محتاج شرح، انت هنا محتاج امثله. تعال بقى اديك امثله من افلام ومقاطع من ناس دي لغتها. Out of both an adult cell and an egg. Out of both an adult cell and an egg. Rather than its chemistry. You can fry an egg with this thing. Rather than its chemistry. You can fry an egg with this thing. An X-ray fluorescence spectrum. An X-ray fluorescence spectrum. You see how you're a key part of a solution and not a problem. You see how you're a key part of a solution and not a problem. When you are a specialist, You are a remarkable person. You are a remarkable person. طب بعد ما خدت الامثله دي تعال اديك امثله من عندي بس من غير اجابه، عايزك انت اللي تجاوب عليهم تحت في الكومنتات. وما تقلقش، اوعدك ان اصححهم لك الحلقه الجايه او في اقرب وقت، انا برد على الناس كلها الحمد لله. وقف الفيديو هنا وحل اجابتك براحتك. اتمنى تكون سمعت الكلام ووقفت الفيديو. انت هنا ووصلت لنهايه الحلقه. متشكر جدا للمشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.